لأرواح الشهداء شهيدة سكينة جانسس، شهيدة فيدان، شهيدة ليلى، شهيدة أبي، جينا أميني، بالشعار جنجيان آزادي. نرحب فيكم بالضيوف. طبعا الاجتماع رح نعقد الاجتماع السنوي للنساء في بلديات. هذا الاجتماع الدوري السنوي كل سنة اللي عم نعقدها رح يكون فيها نقاشات بشكل أوسع، نقاشات النقد ذاتي. تشهد حرب عالمية ثالثة. هذه الحرب التي تختلف في خصوصياتها عن الحروب الكلاسيكية، فهي حرب على النفوذ من جهة وإيديولوجية بين الأنظمة السلطوية وإرادة الشعوب من جهة أخرى، والتي تتمثل في حركات الديمقراطية والإيكولوجيا وحركات المرأة. لذلك هذه الحرب هي حرب طويلة الأمد ومتعددة الجوانب، وسوف يتطلب الكثير من الوقت للحصول على النتائج، ولكن في النهاية الانتصار سوف يكون من نصيب الشعوب المنظمة وأصحاب المشاريع الديمقراطية. طبعا تأثير هذه الحرب سيؤثر على العالم أجمع، فما نشاهده من تسارع في الأحداث والتطورات مثال الحرب الروسية الأوكرانية وموضوع تايوان والصين، كذلك الحروب والفوضى في الشرق الأوسط بشكل عام، ما هي سوى أشكال لهذه الحرب، إلا أنه هناك بعض القضايا الأخرى التي تشغل العالم مثل موضوع الطاقة والمناخ، وعلى أساسه يتم رسم السياسات والمخططات وتشكيل الأقطاب والتحالفات. وما حرب أوكرانيا وروسيا سوى حرب على النفوذ، وهي حرب الناتو وروسيا. الوضع السوري، ندخل العام الثاني عشر والأزمة السورية مستمرة بتداعياتها المدمرة على جميع مناطق سوريا وشعوبها رغم كل المحاولات المبذولة للحل، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى بوادر لحل هذه الأزمة. الوضع في سوريا مرهون بالقوى السياسية المتداخلة فيها، مع العلم بأن القضية السورية لم تعد من الأولويات بالنسبة إلى القوى الدولية، وذلك نتيجة لانشغال جميع القوى المتداخلة بالحرب الروسية الأوكرانية. فالحكومة السورية ورئيسها الذي يبدو كالناجي الوحيد من مصير رؤساء الدول الأخرى التي عاشت مرحلة ما سميت بالربيع العربي، إلى الآن لا زال مصرا ومتعنتا في عدم طرح أو تقبل أي حل للخروج من هذه الأزمة. والسبب وراء هذا التعنت هو أن النظام لا يهتم منذ بداية تأسيسه وإلى الآن بأي معايير ديمقراطية، فهو مؤمن إيمانا كاملا أن أي طرح للحل سوف يكون على حسابه ويتسبب في خلل منظومته الاستبدادية. لذلك وباعتباره غير آبه كثيرا بالأوضاع المعيشية للشعب، لذلك يصر على اللا حل الذي يجده في مصلحته أكثر من أي شكل من أشكال الحلول. كذلك بالنسبة للقوى المتداخلة في سوريا أو ما سمت نفسها بالمعارضة بداية النزاع السوري، فهي فقدت أي شكل من أشكال أن تكون معارضة للنظام الأسد، حيث لم يكن لديها أي إيديولوجية تستند إليها أو مشروع حل ثوري. لذلك أصبحت تابعة لدولة الاحتلال التركي بامتياز، والذي يستعد مثل ما هو متوقع منه لحل مشاكله الداخلية والتخلي عنهم واستخدامهم كورقة ضغط على النظام السوري. سوف يكون لهذه التناقضات وهذه المشاكل لها تأثيرات مباشرة على سوريا وعلى شمال وشرق سوريا بالتحديد. نحن في الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وخلال العشر سنوات التي عشناها في هذه الثورة استطعنا بإمكانياتنا وبمعنوياتنا وبإرادتنا أن نثبت أنفسنا بالرغم من الصعوبات السياسية والاقتصادية التي نلاقيها خارجيا وداخليا. لجميع المرأة في كردستان والشرق الأوسط والعالم، وعلى هذا الأساس نطلب لكم ونتمنى مرة أخرى النجاح في عملكم. نتشكر هبالة جيهان. رفيقات بخصوص وضع السياسي، وهو أفضل تعبيرا عن ماهية النظام الحكومي. فتاريخ العنف يتزامن مع تاريخ استغلال المرأة التي تشكل أول طبقة مستعمرة في التاريخ. أما الأشكال الأخرى للاستغلال والاستعباد والعنف والتحكم والقمع فجميعها بدأت بعد استغلال المرأة، أي أثناء الانتقال إلى المدينة الدولتية. يرتبط العنف مباشرة بالسلطة ويستحدث على الدوام بإيديولوجيتها الجنسوية، وعليه فإن العنف الذكوري مرتبط بأزمة النظام القائم. حقيقة النظام القائم المهيمن الذي يتسبب بالأزمات الدائمة في راهنها أكثر من غيرهم، وبالتالي نظام الحداثة الرأسمالية يشكل أكثر مراحل التاريخ المدنية التي تعرض النساء للاستغلال بكثافة، وقد شهدنا بجلاء على المستوى العالمي خلال فترة جائحة كورونا وبتقرير من مؤسسات دولية
لأن العنف ضد المرأة وصل إلى مستوى الوباء. فوفقا للإحصائيات الرسمية فقد قتلت 18,000 امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم، وخلال 2020 قتلت 47,000 منهن على يد أزواجهن وأحبائهن وأفراد من عائلتهن. اجتماع رسمي يتم مناقشة المشاريع وأعطاء الأولويات. وفي بداية 2022 بدأت اجتماعات في كافة البلديات من أجل تحديد الأولويات، وبعدها تم اجتماع المنسقية حيث تم تحديد الأولويات، وكانت من الأعوام الاستثنائية حيث كانت الميزانية جيدة بالنسبة للأعوام السابقة، وكان هناك خبرة تراكمت من تجارب سابقة من ناحية المشاريع، وعلى أساسه كانت مشاريع نموذجية تركزت على التوجه نحو حل المشاكل التي تمر بها النساء في المجتمع والبيئة بشكل عام. شاركت المرأة خلال عام 2022 في هيئة الإدارة المحلية والبيئة ولجان البلديات في إقامة شؤون الحركة في العديد من الفعاليات والمسيرات والأنشطة، وكان لها دور فعال وقيادي في الافتتاح والقيام بالعديد من المشاريع التي تخدم المرأة والمجتمع. 2022 رغم عدم وجود الميزانية اللي كانت مخصصة للمرأة، يعني رغم انه الميزانيه ما تخصصت باعتبار وضع الطوارئ مثل ما تبينت بالتقرير، ورغم هذا الرفيقات اشتغلوا يعطيهم العافيه. من الواردات اللي كان موجوده ضمن البلديات بعض الاماكن اشتغلوا منيح، وبعض الاماكن ما قدروا يشتغلوا بظرف بوجود البلديات، بظرف الموجود ضمن البلديات الرفيقات حسب اشتغلوا. هذا كمان موضوع خاصة الرفيقات لازم يقدروا يناقشوا فيها